عايزه تتخطيه، عايزه تنسيه، اعتبريه مات. اي دونت هاف تايم. النبيتي على الاسد يمنع الحسد. اللهم صل على النبي. اللي عينها وحشه تطلع من الريل. عايزه النهارده شخص عشت معاه ذكريات حلوه في كل مكان في العالم، اتجوزت وخلفت منه 10 عيال، كنت بحبه وصحيت من النوم لقيته خطب غيري، كنت معرفش ايه، اعتبره مات. انا مش بهزر على فكره، اعتبره فعلا مات. هصحى الصبح الشخص ده النهارده احنا فقدناه، مات. لاني لو ركزتي امك ابوكي خالك عمك بيموت، الحياه بتكمل. وطالما انا امي ماتت وعرفت اكمل يبقى الحياه بتمشي، لاني مفيش بعد الام. فما تجيش تقولي لي جوزي وحبيبي وخطيبي، لا، هي الام بتموت اللي هي رقم واحد، والناس بتكمل حياتها بس. فانا هصحى من النوم القرار سرعه التخطي، خطه ولا بلان ولا اقعد اخرج ولا هستخدمها. بس لو انا داخليا حطيت في دماغي ان البني ادم ده مات، القصه انتهت. هزعل اول فتره زي ما بنعمل حداد على اي شخص ميت، وبعدين بنرجع لحياتنا وشغلنا، وبعد فتره بنتعرف وبنتجوز. وحصلت مع ناس حبيبها او خطيبها مات قبل الفرح، بعد 2 3 اتجوزت عادي. الحياه ما بتقفش. طب كان كويس معايا، مات، وهدعي له اول ما تيجي سيرته في مكان، والله كان كويس معايا الله يبارك له، راح لحاله ربنا يديه بس. طب مات وكان قذر، حسبي الله ونعم الوكيل. تولع في قبرك كده، اشوفك بتولع، فخلاص هي كده. فالشخص اللي انا خرجت من العلاقه معاه، خصوصا لو علاقه سامه، الشخص ده اتخطاه في ثانيه الا ثانيه. اول حاجه احنا معانا خطه التخطي طبعا، اني انا بمسح كل الحاجات اللي على موبايلي، شتات، صور. رقم 2 ما بروحش اي مكان انا وهو قعدنا فيه مع بعض او ممكن اشوفه. لو معايا في الشغل هغير شيفت. رقم 3 هبدا اتعرف على ناس، حتى لو على ان انا عايزه اتعرف، مش شرط تدخلي علاقه، بس لازم تتعرفي وتكلمي الناس في الفتره دي، وتقعدي مع عرسان وتشوفي الدنيا ماشيه ازاي. الاقوى بقى والاقوى من ده كله، الشخص ده مات والقصه انتهت. فلما لو انفصلنا انفصال محترم او غصب عننا او كان كويس معايا، هفتكره بالخير، هزعل، هقرا له الفاتحه، هعيط. كان قذر، زباله، نسوانجي، شمام، واطي، دلدول اهله، احنا بالتالي اول ما هفتكره الله يحرقك في قبرك مكان ما انت قاعد تولع بيه. مش هقرا له الفاتحه ولا اي حاجه. بس احنا في الحالتين الشخص ده مات بالنسبه لنا، لكن هنقعد نتاثر ونبكي ونفتكر ومعرفش وهو اتجوز غيرك. لا، ما عنديش استعداد في المحتوى. هتقعدي تتاثري كتير، مش هتطلعي سنه 2 3 10 مش هتطلعي. المحتوى ده بتاعي، وكل اللي بيتقال بعد دراسات واكسبيرينس، مش هبد، واقع هنا يا ماما. فبالتالي اصحى من النوم اقرر انا كبني ادمه لو هموت كده، الشخص ده مات. شيري الريل ده، خراشي عني بيتي، مش ممكن.